السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتكم كيكس باي ايمان. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا مع بعض اهم شهيوه اللي كتكون حاضره في جميع البيوت المغربيه طيله شهر رمضان. كل واحد طبعا كيف كيحضرها. اليوم ان شاء الله نزولا عن الطلب ديالكم غادي نوريكم طريقتي في تحضير سلو اللي كيجي معلك ولذيذ بزاف واللي ذاقو كيحماق عليه. نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير عندي هنايا كيلو ديال الدقيق الابيض اللي سبق ليا وحمرته، يعني على عافيه مهيله، ما تغفلوش عليه وما تفوتوش ليه التحمار باش ما يجيكمش محمر بزاف ويطلق لكم ديك المروره في سلو. انا هنا راه بقيت واقفه عليه حتى حمرته، يعني العافيه مهيله عفوا، وكتبقاو تحركوا حتى كتحصلوا على هذا اللون الذهبي. وعندي هنا نص كيلو ديال الدقيق الابيض اللي غادي نقليه من بعد في الزيت. عندي هنا كيلو ديال اللوز اللي سبق ليا وفسخته وقليته في الزيت، وطبعا داك الزيت اللي بقى ليا من اللوز اي اللي قليت فيه اللوز هو اللي غادي نحمر فيه داك نص كيلو ديال الدقيق. عندي هنا كيلو ديال الزنجلان اللي نقيته ونشفته في الشميشه. المهم يمكن لكم انكم تنشفوه حتى في الفران، ولكن كيبقى دائما الشمس احسن. بالنسبه للزبده كتبقى على حسب الرغبه، وعندي هنايا الزبده حيوانيه. بالنسبه للزبده الا بغيتو تسلو يجيكم صحي استعملوا الزبده الحيوانيه، لان الزبده الحيوانيه هي ماشي دهون مضره، هي دهون صحيه بحال زيت الزيتون. الخايبه هي الزيوت المهدرجه اللي كاينه في زيت المائده، فمن الاحسن تفادوها. بالنسبه اللي بغى يدير زيت الزيتون يديرها، انا شخصيا ما كتعجبنيش بزاف في سلو، كتبدل لي الطعم ديالها. وبالنسبه لكم الا بغيتوا تعوضوا الزبده بزيت الزيتون ضيفوه، غير هو من الاحسن ما تكونش مجهده باش ما تخسرش لكم المذاق ديال السلو. وعندي هنا السكر كلاصي، فطبعا هو والزبده كيبقى على حساب الذوق وعلى حساب الليدام اللي بغيتو. بالنسبه للزبده على حساب الليدام اللي بغيتو في سلو، وبالنسبه للسكر كلاصي طبعا على حساب الحلاوه. عندي هنايا تقريبا 51 غرام ديال حبه حلاوه اللي مطحونه سبق لي وطحنتها، تقريبا 2 معالق كبار. والنافع حتى هو تقريبا 51 غرام، 2 معالق كبار حتى هما يكونوا عامرين. بالنسبه لحبه حلاوه والنافع غير صهدتهم واحد شويه، يعني ما نغسلوهمش باش ما يمشيش ليهم داك الجهد ديالهم. والقرفه كذلك حتى هو غادي ندير 3 معالق كبار ديال القرفه، وشويه ديال الملحه، طبعا ما نساوش الملحه. وعندي هنا شويه ديال المسكه الحره، تقريبا واحد 3 الكرات دقيتهم مع شويه ديال السكر. وعندي هنا نص كاس ديال العسل الحر، طبعا العسل الحر اختياري. اول حاجه غادي ناخذ انايا الطحين ديالي، غادي نديرو في طنجره او في شي كاسرونه كبيره، نحمرو في داك الزيت اللي قلت لكم قليت فيه اللوز، طبعا ما يضيعش. كنبقاو نحركوها البنات في داك الزيت، يعني بحال كنحمروا شي حاجه حتى كيولي اللون ديالو ذهبي، وغير ما تغفلوش عليه. هنا غادي يبداو يبانوا لكم شي حبيبات، هذوك غير واحد التفرتيتات ديال اللوز اللي قليت في داك الزيت هما اللي بقاو، فما بغيتش نحيدهم حيت يتخلط مع الطحين، فما كاينلاش نحيد داك البقايا ديال اللوز حتى هو نستغلوه. هنايا كنحاول انني نحرك بسرعه، يعني باش ما يتحرقش ليا الطحين من التحت. صافي كنبقى مستمره على هذا الشكل هذا، كنحرك شويه بشويه، والبوطه تكون مهيله، العافيه تكون مهيله باش ما يتحرقش لكم الطحين. كنبقى مستمره على هذا الشكل حتى يتحمر ليا الطحين ديالي، يعني طيب يتحمر مزيان، يولي اللون ديالو على هذا الشكل هذا. صافي غادي نطفيو عليه وغندوز مباشره ندوب الزبده ديالي في كاسرونه. غادي ندير الزبده على عافيه مهيله، غنخليها تذوب حتى تولي ليا الزبده ديال النوازيط. مره نبقى نحيد ديك الكشكوشه اللي كتكون الفوق، صافي حتى تحمر ليا الزبده ديالي وتولي الزبده ديال النوازيط. وكنأكد عليها البنات الزبده تكون على عافيه مهيله. هنا غادي ندوز باش نطحن اللوز ديالي. انا اللوز هنا ما غنطحنوش كامل، غنخلي واحد شويه هكا مهرمش، وما تبقى غنطحنو مزيان. هنا راه باقي يعني ما تطحنش ليا مزيان، غادي نزيد نطحنو يعني حتى تطحن مزيان البنات، تيولي على هذا الشكل هذا يعني يتعجن.
صافي غندير نفس الكيفيه الجنجلان وتا هو تا الجنجلان يعني ما غنطحنوش كامل، غنخليه تقريبا واحد 400 غرام ما مطحونش، غنخلي 400 غرام ما مطحونش، وما تبقى غادي نطحنو مزيان حتى هو بحالو بحال اللوز. صافي هنايا غادي ندوز البنات باش نجمع السلو ديالي في قصريه اولا في شي بانيو كبير. غادي نديرو الدقيق اللي سبق لي وحمرته هو الاول، وغادي ندير الجنجلان هنايا راه خلطت هذاك المطحون المزيان وديك 400 غرام اللي خليته هكاك، واللوز كذلك درت هذاك اللي مطحون مزيان، وتقريبا حتى هو واحد 300 غرام حتى 400 غرام خليته هكاك مهرمش. غادي ندير هنايا 2 معالق كبار ديال حبه حلاوه، واحد 2 معالق كبار ديال النافع تقريبا 50 غرام 50 غرام، و3 معالق كبار ونص اولا 3 معالق كبار ديال القرفه عفوا. ودرت هنايا داك المسكه الحره اللي سبق ليا ودقيتهم مع شويه ديال السكر وشويه ديال الملحه. وهنايا السكر كلاصي كيبقى على حسب الذوق وعلى حسب الحلاوه اللي بغيتو نتوما، واش بغيتو حلو بزاف ولا شويه، راه كاينين اللي كيديروا مسوس ما كيديرش فيه نهائيا السكر. صافي وغنضيف هنايا داك الطحين اللي حمرته في الزيت، وغادي نضيف هنايا نص كاس تقريبا ديال العسل الحر البنات، ماشي العسل العادي، يعني العسل الحر. بغيتو تضيفوه هو هذاك راه كيعطي واحد التعليكه زوينه في السلو، ما بغيتوش راه غتكتفيو غير بالسكر كلاصي فقط. انا هنا غادي نبدا نجمع غير هكا، ولكن ما غيصلحش ليا في الاخر غادي نقلب كلشي في بانيو حيت ما صلحش ليا هكا في القصريه، واخا القصريه شويه يعني كبيره ما شاء الله، ولكن ما صلحش ليا فيها الخدمه. هنا غادي نزيد ديك الزبده ديال النوازيت اللي قلت لكم، راه كنت ناقصه عليها البنات البوطه حتى ولات ليا نوازيت، راه كتحمر كتولي فيها المذاق ديال النوازيت. انا هنا الزبده يعني لدام غادي نبقى نزيد شويه بشويه، وكنبقى نحرك هكا بيدي، ومن بعد غادي نبدا ندلك مزيان باش نخرج داك ليدام اللي كاين في الجنجلان، ليدام اللي كاين في اللوز، يعني ليدام كامل اللي كاين عندي تما في السلو غادي نخرجو. عاد نبدا نضيف الزبده شويه بشويه. هنا راه انا قلبت كلشي في بانيو باش نخدم على راحتي، نبدا ندلك فيه كما قلت لكم باش نخرج داك ليدام كامل. فضروري تبقاو تدلكوا، يعني كاع حتى الا عييتوا دلكوا شويه في الاول وخليه وغطيه، ولا غدليه ان شاء الله عاوتاني غتلقاوه بدا كيطلق ليدام، عاوتاني زيدوا دلكوه، يعني فيما درتو شويه شويه بقاو دلكوه. هنا انا كنوريكم هنا الحبيبه ديال اللوز، كنت زدت فيه واحد شويه ديال اللوز. صافي كنبقاو ندلكوه مزيان البنات، دلكوه شحال ما عطيتوه الدليك شحال ما كيطلق ليدام. فبالنسبه لي انا الزبده راه يعني درت عيني ميزاني على حساب ليدام اللي بغيتو، على حساب سلوش بغيتو يجيني ميدم بزاف اولا يجيني شويه ناشف. وبالنسبه للجنجلان راه كاين اللي كيخلي الحبيبات ديال الجنجلان هكاك كيجي يسلو شويه مرمل، وكاين اللي كيطحنو كامل يعني ما كيخليش حتى ديك 300 غرام اولا 400 غرام ديال الجنجلان اولا ديال اللوز ما كيخليش، يعني كيطحن كلشي. بالنسبه لكم الا ما بغيتوش ديروا داك كيلو ديال اللوز كامل، يعني بغيتو تقسموه ديروا نص كيلو ديال الكاوكاو ونص كيلو ديال اللوز، فالا كنتو غديروا كاوكاو بالاحسن قليوه، حيت الا درتوه في الفران ما كيجيش بنين وما كيجيش زوين، ودغيا كيبرد في وسط سلو. داكشي علاش انا ما درتوش، كنفضل انني ندير كيلو ديال اللوز عوض انني ندير نص كاوكاو ونص لوز. صافي هنا كنبقى ندلك مزيان مزيان حتى كنخرج داك ليدام كامل اللي كاين في السلو، وهكا كيكون السلو ديالنا واجد كيف ما شفتوا. يعني ساهل البنات، خاصكم غير توجدوا كلشي بكري، يعني انكم تنقيو جنجلان وتنقيو حبه حلاوه والنافع وداكشي كامل. صافي راه التخلط ديالو ساهل. فمن بعد ما وجد السلو ديالي انا قدمته على هذا الشكل هذا، درتو في المول ديال الكيك عادي، وزينته بشويه ديال الورد وشويه ديال اللوز والعويدات ديال القرفه والورد. فكنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون خفيف ظريف على قلوبكم، وتكونوا استفدتوا منه وعرفتوا الطريقه ديال السلو باش كنخدم، وكنتمنى ان ينال اعجابكم وتبارطاجيو مع العائله والاحباب. وما تنساونيش بلي لايك البنات والبارطاج، وتشجعوني في لي كومونتير. نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد، مع السلامه.